ايه؟ أودت الغباء. الظاهر عليا ان دلعتك زيادة عن اللزوم يا شمس. وقام رافع ايده فزع وضرب شمس بالقلم على وشها، ضربة قوية جدا لدرجة ان نصرة اتخضت وشمس وقعت في الأرض وبقها كله كان بينزف دم. فزع من كتر ما كان متضايق محسش باللي عمله. نصرة نزلت على الأرض قعدت جنب شمس وبتطبطب عليها. فزع بصلهم بقسوة ولف وشه ومشي وخرج بره البيت خالص وساب لهم البيت. بعد شوية قدرت نصرة إن هي تقوم شمس وتوقفها تاني، وشمس كانت منهارة من كتر العياط، ونصرة كانت بتطبطب عليها بحنية. وبعد شوية: عمته، أنا عاوزة أروح عند ماما، أنا مش هقعدله في البيت تاني. يا بنتي اهدي، انتي قلتي له بطل غباء وكنتي متعصبة معاه، وهو أصلا محدش بيقف قدامه وهو هادي، ما بالك بقى وفزع متعصب وانتي واقفة قدامه تعصبي فيه أكتر، وكمان تقولي له بطل غباء يا فزاع. اهدي يا بنتي، معلش اهدي. يا عمته، انت عارفة ان يوسف من عيلة القناوي، يعني لو حصل حاجة في عيلة القناوي مش هتسيب فزاع، وهيحصل ما بينهم ضرب نار وكلام من ده. وانا كنت خايفة على فزاع، انا كنت خايفة عليه قوي، وكنت بحاول ان انا افهمه، وكمان حتى لو انا كنت غلطت يروح مادد ايده عليا وضربني بالقسوة دي كلها. دي شايفة وشي عامل ازاي وبقي ازاي عامل دم كده. لا لا لا، ايده تقيلة قوي. أكده يا شمسي يا بنتي، وانا بقول عنك انك عاقلة عاوزة تسيبي بيت بجوزك وتمشي. وبعدين يعني انتي مش بتعتبريني امك؟ يعني انا مش زي امك عايزة تروحي عند امك وتسيبيني؟ ده انا بحبك والله يا شمس، كيف بنتي وكيف ولادي بالظبط. خليكي يا بنتي واستهدي بالله. والله يا عمته بحبك زي ماما، بس لا، انا عاوزة امشي، عاوزة امشي، مش قادرة اقعد معاه تاني، حاسة اني مخنوقة. طب اروح اقعد يومين اريح عشان الحمل بس، وبعد كده هبقى ارجع تاني. سيبيني يا عمته. استهدي بالله يا بنتي، فزع هو اللي غلطان، وانا هفهمه غلطه كويس بس لما يهدى شوية. وانتي خليكي هنا في بيتك، ما انتيش سايبة بيتك، ده بيتك ومش تخرجي منه يا شمس. طب يا عمته، طب دلوقتي انا هطلع انام شويه لان بجد دماغي وجعاني قوي قوي ودماغي تقيله، بعد اذنك. ماشي، ماشي يا حبيبتي، اطلعي نامي شويه وتبقي كويسه. طلعت شمس على اوضتها، واللي اول ما دخلت من باب الاوضه جريت على المرايه على طول، وقفت قدام المرايه واتصدمت من اللي شافته، فوشها كله بدأ يتنفخ تاني. اتضايقت شمس، قالت: اه وشي وجعني قوي، الله يخرب بيتك يا فزاع، ده انا حاسه ان رقبتي لفت من الالم. الله يسامحك يا شيخ، مفتري مفتري اقسم بالله. طب والله ما انا قاعده لك في البيت ده يا فزاع، هتشوف همشي واسيب لك البيت وابقى اشوف بقى تضرب مين تاني. راحت شمس طلعت شنطه صغيره وحطت فيها يدوبك طقمين وشاحن الموبايل والدواء بتاع الحمل بتاعها والمحفظة وشوية حاجات بسيطة قوي هتعوزها. وحاولت ان هي تخرج من باب الأوضة بتاعتها بالراحة من غير ما حد يشوفها، لكن لقت عمتها واقفة على باب الأوضة بتاعتهم، فاستنت شوية لغاية ما عمتها دخلت أوضتها وقفلت عليها الباب. وبعد كده قدرت انها تنزل، وأول ما فتحت باب الشقة لقيت رجالة معديين من قدام الباب، ففضلت واقفة شوية وبعد كده خرجت بالسلاسة وراحت موقفة تاكسي وركبت معاه وهي متوترة ويدوبك بتاخد نفسها بالعافية. وبعدين طلبت من السواق يوديها مكان ما، وسواق وافق وخدها ووصلها في المكان اللي هي عاوزاه. أما عند ضحى، كانت أمال بتخبط على الباب بتاع ضحى، وضحى ما بتفتحش خالص لأن كانت مغمى عليها. أمال اضطرت إن هي تروح تنده عابد ويكسروا الباب على ضحى من كتر ما هما كانوا قلقانين عليها ومش عارفين ايه اللي حصل لضحى جوه في الأوضة. ولما عابد قدر ان هو يفتح الباب دخلوا جري على ضحى في الأوضة ولقوها نايمة على السرير. عابد مسك التليفون واتصل بالدكتور واداله العنوان وطلب منه ان يجوا فورا. ولما الدكتور جه وكشف عليها قال لهم ان ضغطها واطي جدا وهو ده سبب الإغماء، وعلق لها شوية محاليل وحاول يفوق ضحى وبقت أحسن وطلب منها الراحة. وبعد ما الدكتور مشي كان في الوقت دوت صقر بيتصل بضحى من بالليل لغاية ما الوقت ده، لكن ضحى ما كانتش بترد عليه ولا حتى كانت بتكنسل ولا حتى كانت بترد وتقفل السكة في وشه.
فكان قلقان عليها قوي ومش عارف فيها ايه، لغاية ما اضطر ان هو يكلم عابد، واللي عابد قالهوله ان ضحى تعبانة وان كانت مغمى عليها، والدكتور ووصف له كل حاجة حصلت. وقفل مع صقر ركب عربيته وطار بيها، وهو قلقان ومتوتر وعارف ان هو السبب في كل اللي حصل لضحى. واول ما جه جري جري وقعد جنبها ومسك ايديها بحزن وهو باصص عليها، وقلبه بيتقطع من جوه ان هو السبب في اللي عمل كده. امال بصت لعابد وقالت له بصوت واطي: يلا يا عابد، تعالى نطلع بره ونسيبهم شويه لوحديهم. "مم، لا، مش هوارك، ما ينفعش". ايه يا عابد، في ايه؟ ده جوزها، دول كاتبين الكتاب، وكمان انت مش شايف منظر البنت عامله ازاي؟ يعني خلينا نقف بره شويه، احنا مش هنسيب لهم الشقه يا عابد، يلا بينا بس نخرج بره. امال خدت عابد وخرجوا بره الاوضه وقفلوا عليهم الباب. صقر وطى على ضحى بس رقبتها وقعد يطبطب على شعرها. قومي، قومي يا ضحى، قومي ما تزعليش مني. طب قومي، حقك عليا انا. طب قومي اتخانقي معايا. ضحى كانت نايمه وصقر كان عاوز يفوقها باي طريقه. جاب الميه ومسح على وشها بالميه. ضحى فاقت وصحيت من النوم وبصت حواليها، ملقتش غير صقر. دورت وشها الناحيه التانية، لكن بايده رجع وشها تاني ناحيته وبصلها بمنتهى الحزن. واول ما عينيها دمعت قعد يطبطب على ظهرها علشان تهدى وتسكت، وبعدين قام واتعدل وقعد يتكلم معاها. بس يا بقى، بس يا بنتي، والله انتي فاهمه غلط، حقك عليا انا اسف لو عملت حاجه ضايقتك يا ضحى، بلاش تزعلي مني وتعملي كده. انت يا صقر بتخوني؟ طب ليه؟ ليه كده؟ طب وحبنا اللي كان ما بينا؟ طب وكلامك ليا كل ده يا صقر كان كذب؟ لا لا لا، والله ما كذب، انا بحبك وبموت فيكي كمان، بس غلطت يا ضحى وكدبت عليكي. لا انا مش مسامحاك خالص، طلقني يا صقر، طلقني يا صقر عشان انت خاين. انت ازاي بس تنطقي كلمه زي دي؟ انا عمري ما هطلقك، وانتي مراتي وحبيبتي، افهمي الكلام الاول عشان ما تزعليش. اسمع ايه؟ عاوز تكذب عليا تاني وتقلب حوارات كلها كذب وخيانه؟ خدي التليفون يا ستي، قلبي فيه براحتك وافتحي الشات وشوفيه. الحكايه كلها ان البنت اللي انت شفتيها دي كانت زميلتي في ايام الدراسه، وكمان كانت بتكلمني على طول من باب الصداقه. وبعدين لقيت الموضوع اتطور وقالت لي انها بتحبني، بس انا رديت عليها وقلت لها ان انا بحبك. ومن اسبوعين ابتدت تكلمني تاني وقالت لي انها محتاجه مساعدتي، وكانت معاها اختها اللي بتدرس في حقوق. قالت لي ان هي مش فاهمه حاجات وطلبت مني ان انا اشرحها لها. كانت تكلمني وتفتح مواضيع، هي دي كل الحكايه. غلطتي الوحيده ان انا سمحت ان هي تكلمني وتشغلني عنك، بس انا فهمتها ان انا متجوز، وهي قالت لي ان احنا اصدقاء ومفيش حاجه ما بينا. انا كنت مخبي عنك عشان عارف ان انتي بتغيري يا ضحى، بس مش اكتر. بس انا بعترفلك اني غلطت، ما كانش لازم ان انا اخبي عليك، كان لازم انا اقولك ان انا ليا صديقة عادي، ما كانش اخبي ابدا. انت ازاي تديها فرصة انها تكلمك؟ ما هو اكيد انت الاول اللي اديتها فرصة انها تتكلم معاك. انا قلت عادي، احنا اصحاب واصدقاء من زمان، ما فيهاش حاجة. خلاص بقى يا ضحى، انا معترف بغلطتي، ما تزعليش. طب افتح التليفون كده ووريني الرسائل، اتاكد اتاكد ان انت ما بتكدبش. ضحك صقر وقام بسرعه طلع تليفونه وفتح الرسائل اللي ما بينه وما بين البنت دي. ضحى اتعدلت وخدت التليفون منه ومسكت الرسائل وقعدت تقراها، وبعدين فتحت في العياط وقعدت تعيط جامد. صقر شافها اتضايق، خدها في حضنه. خلاص بقى يا صح، خلاص انا اسف والله، وحقك عليا ان انا خبيت عليكي، حقك عليا يا ضحى بقى، بطلي عياط. ماشي، خد التليفون واعمل لها بلوك ووعدني ان انت ما تكلمهاش تاني، ولا هي ولا غيرها. صقر خد التليفون وعمل لها بلوك، بعدين قال لضحى: ها، كده استريحتي يا ضحى؟ عملت لها بلوك. والله كل الكلام زي ما انتي شفتي كده يا ضحى، مفيش اي حاجه ما بينا، بس لو بيضايقك خلاص مش هتتكرر تاني خالص. والتاني مرة بقولك انا غلطان اني خبيت عليكي، كان المفروض مخبيش عليكي. انا هصدقك يا صقر، بس صدقني لو عملت كده تاني
هتبقى آخر حاجة ما بينا، فاهم؟